صباح الخير عليكم، عاملين ايه؟ وحشتوني جدا 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 جدا. النهارده النهارده ان شاء الله. مش عارفه ده اليوم الكام، تقريبا الرابع. آه رحنا غيرنا الشقه اللي كنا قاعدين فيها، قعدنا فيها شويه، بعد كده قلنا نغير. بابا جه وقال لنا نغير الشقه وكده. هي بتطل على البحر. بصوا المنظر اصلا هنا روعه. بصوا بصوا. المهم يعني النهارده هم راحوا البحر، ماما وقرايبنا وكده. شايفين البحر؟ بصوا. النهارده هم راحوا البحر، وانا ما قدرتش، كنت تعبانه قوي قوي قوي، فما قدرتش. حتى التصوير صورت النهارده، بصور الساعه كام؟ الساعه دلوقتي 3. المره اللي فاتت كل تصويري كنت بصوره الساعه ممكن 11 12 اما بصحى يعني. ف النهارده شايفين البنانا بوت، بنانا اهي. المهم هما نزلوا، وانا قلت النهارده اريح شويه، عشان مش قادره انزل البحر وكده. وكمان شويه بابا هياخدنا، عشان بابا لسه جاي من السفر. يعني هنمشي ان شاء الله على كمان يومين كده. بكره اخر يوم ان شاء الله هصور فيه. عشان بكره اخر يوم يعني، وبعد كده بقى يوم الجمعه هنسافر. المهم بعد ما يجوا من البحر هناكل، هنقعد في اي حته ناكل، يا اما هناكل في البيت، مش عارفين لسه، ما قررناش. وبالليل بقى هنخرج، فلسه هنشوف برضو بالليل هنروح فين. فتابعوا معايا كده الفيديو لغايه ما نشوف النهارده ايه اللي هيحصل. وبكره ان شاء الله بقى هركب الجيت عشان في البحر وكده. وبالليل في شارع اسكندرية، وهنعمل حاجات كتير برضو بكرة ان شاء الله. والنهاردة بالليل برضو احتمال نركب بيتش باجي، احتمال هنشوف، لسه مش عارفين. فتابعوا بقى معايا الفيديو لغاية الاخر وهرجع لكم تاني بقى يعني بالليل خالص. يلا يا جماعة، دلوقتي احنا نزلنا عشان ناكل برا وكده. فدي العمارة بتاعتنا واهي. وحبينا بقى ايه ناكل جنب البيت، فنزلنا وهناكل جنب البيت عند الراجل ده. طلبنا كده الوجبات وكده، وقعدنا اهو الترابيزه بتاعتنا. فهناكل وهوريكم الاكل، وهناكل وهرجع لكم تاني بقى. جدا. انا بعتذر جدا جدا النهارده عشان ما صورتش حاجه جامده قوي. للاسف النهارده كان يوم غريب بالنسبه لي، انا كنت تعبانه قوي قوي فعلا. وحتى النهارده لما نزلت مهاب اخدني مش عارفه ايه، وكنت عايزه انزل وكده، وكنا هنصور. جيت اصور زي ما انتم سامعين طبعا صوتي، الحساسيه بدات تشتغل تاني معايا. انا عندي حساسيه جيوب انفيه، فلما لما بتقوم عليا الحساسيه دي ما بعرفش اعمل اي حاجه، عامله زي البرد القوي، برد كده. لو شميت تراب، لو شميت اي حاجه بتخش في المناخير، فبتخليني لا بعرف، يعني مش بعرف اتنفس، ولا بعرف اتكلم، ولا بعرف اعمل اي حاجه. فللاسف حصل معايا كده فجأة ان الحساسية بدأت تشتغل تاني عندي. واخدت الدواء بتاعي اللي باخده، بس برضه مفيش فايدة، فما قدرتش اصور. وحتى ما قعدتش كتير، تقريبا هي نص ساعة وطلعوني، لاني كنت تعبانة جدا جدا. فما قدرتش اصور خالص، ولا عملنا حاجة بالليل، ولا رحنا حتة، ولا عملنا اي حاجة. ف
فبعتذر جدا حبايب قلبي، سامحوني ان انا مصورتش حاجة النهاردة، بس ربنا يعلم ربنا يعلم انا كنت تعبانة قد ايه وكنتش قادرة حتى اتكلم. انا بصور الفيديو ده وانا يعني الدنيا عندي بايظة والحساسية مبهدلة الدنيا عندي، فسامحوني جدا اني ما صورتلكوش حاجة جامدة قوي النهاردة. بس ان شاء الله باذن الله بكره، عشان بكره اخر يوم في التصوير، بكره اخر يوم في مطروح، فاوعدكم حتى لو تعبانه هريح النهارده، هنام كويس، وبكره الصبح ان شاء الله هنقوم هنروح البحر، هنركب جيت انا ومهاب ان شاء الله. قولوا بس يعني ان شاء الله يا رب فعلا ده يحصل. وان شاء الله بعد ما نركب الجيت هناكل، وبالليل ان شاء الله هنأجر بيتش باجي او عجل ان شاء الله. ولو قدرت اروح معاهم شارع اسكندريه بالليل هروح، لو ما قدرتش هقعد انا ومهاب على البحر. فان شاء الله بكره اليوم هحاول اصوره لكم بقدر الامكان، وان شاء الله اليوم هيبقى جميل بكره وهيعجبكم. سامحوني جدا اني ما قدرتش اصور حاجه النهارده، معلش بقى. اشوفكم على خير ان شاء الله بكره، تصبحوا على الف خير. وسامحوني بجد، انا فعلا والله تعبانه جدا الفتره دي، فانا اسفه اني ما صورتش حاجه النهارده قويه. اشوفكم على خير ان شاء الله في فيديو جديد، وما تنسوش تعملوا على الفيديوهات اللي بنزلها لايك لو عجبتكم يعني، واشتراك في القناه عشان يوصلكم كل جديدي انا ومهاب، وتعليقاتكم بجد هي اللي هترفع معنوياتنا. شكرا للمتابعه، شكرا ليكم، تصبحوا على الف خير، باي باي.